العرب المسلمين ليهم في البحار علامات وتاريخهم البحري مليان بالمغامرات والحكايات. سفينة زي البغلة أو لبغلة كانت أكبر سفينة تجارية في الخليج العربي. سفينة ما فيهاش مسمار حديد واحد، مبنية بطريقة عبقرية. كانوا بيخيطوا الألواح الخشب ببعضها بحبال عاملينها من ألياف جوز الهند، علشان بتخلي السفينة قوية وفي نفس الوقت فيها مرونة تخليها تتحمل قوة الأمواج وما تتكسرش. سفينة جميلة مليانة بزخارف كتيرة، وكانت بتشيل ما بين 120 ل 400 طن. وفي أوقات كان في انواع منها بتشيل لحد 500 طن. والبحاره اللي كانوا بيشتغلوا عليها ممكن يوصلوا لحد 100 بحار. هتلاقي ظهرها كده مربع وفيه 5 شبابيك عليها نقوش محفوره. هي سفينه تجاريه اصلا، بس العرب اوقات كان ممكن يستخدموها في الحروب. السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي كان عنده بغلة طولها حوالي 40 متر وصاريها حوالي 30 متر، وكانت فيها مدافع من نوع اسمه بلومفيلد عيار 12 رطل، أفخم الأنواع في أول القرن 19. بيقول لك إن أول ناس بنوا السفينة دي كانوا صناع السفن في الموانئ العمانية أو الفارسية. خدوا تصميمها من السفن الهندية، وبعد كده التصميم ده وصل لصناع السفن اللي موجودين في الكويت. بس ازاي بقى اتحولت السفن دي لأساس شبكة تجارية عالمية؟